ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير. النهاردة ان شاء الله عاوزين نحشي مع بعض السمان، وهقولك ازاي تكتفيها. او لو ما بتعرفيش تكتفي الزغلولة او السمان هقولك على حل عبقري هتشتري دماغك بصراحة، وهتعملي السمان بتاعك بمنتهى السهولة، وما تشيليش هم خالص يا لوزة. بصوا كده مبدئيا، السمان اللي قدامكم ده يا جماعة غسلته كويس جدا جدا بمحلول النقع اللي كنت عاملاه ومصوراه معاكم. لو عايزة طبعا الفيديو تقدري تطلعيه بمنتهى السهولة. وهنا الفريك اللي قدامي ده، انا ده فريك الضحى. معلش تعب شويه بس، وهاتيه فريك الضحى، انا عارفه ان هو غالي شويه، بس صدقيني هتاخدي منه نتيجه جميله جدا، وهتاكلي الحاجه بنفس بصراحه، احسن كتير كتير من اللي هو الفريك السايب. لان مهما طبعا بننضفه بيبقى فيه زي الزلط كده، ملهوش اي لازمه خالص. اخدته طبعا، نقعته قبلها بنص ساعه في ميه سخنه بتغلي، بعد كده اخدته على النار مع بصلايه وفصين مستكه، وكمان التوابل بتاعتك والفلفل الاسمر شوحته، وبقى معايا جاهز بالشكل ده. زي ما انت شايفه دلوقتي بنحشي السمان، واللي قدامي في البولة الصغيرة ده الكبد والقوانص، احشيه بمنتهى السهولة كده. وكمان بصي من ناحية الزور كده احنا هنحشيه تحت الجلد، على اساس تبقى معانا السمانة مقلبظة وحلوة، وشكلها كمان منسق كده وشكلها حلو. زي ما انا بحشي كده تحت الجلد في الزور، بس طبعا بالراحة، لاني الجلد بتاع السمان ضعيف جدا. ايوه، هنبدأ بعد ما نخلص الحشو بتاعها هنحط الكبد والقوانص بالشكل ده. انا اول واحده كتفتها، بس دلوقتي انا الباقي ده طبعا مش هكتفه، هقولك تعملي له ايه. او بصي تعالي من ناحيه زورها كده وابدأي احشيه زي ما قلتلك عشان تبقى قلبوزه معاكي. ايوه، ايوه، حطي بقى الكبد والقوانص، وهنا دي اخر واحده. اتعاملي معاها بالراحه لان السمان ضعيف مش مستحمل بصراحه. خلاص كده بعد ما خلصنا اخر واحدة. ولو تلاحظي كمان راس السمان لسه فيها، انا ما شلتهاش بس هشيلها طبعا. لا يمكن نقدمها بالراس كده، شكلها بيبقى بشع شكلها يخوف. خلاص كده نشيل بقى البواقي دي وننضف مكاننا، ونشوف هنعمل ايه في السمان. زي ما قلت لكم اول واحده كتفتها دي خلاص، التانية بقى بصي خليها تحط رجل على رجل كده وبالفتله والابره، وابدأي خيطيها في بعض بس بالراحة والحرص الشديد، لأن هو مش مستحمل. هتديكي نفس النتيجة ونفس الشكل، وهتبقى حلوة جدا، وما تخافيش مش هتفك معاكي خالص في الشوربة. ده الحل الأمثل طبعا للي مش بيعرف يكتف السمان. ما تقوليش بقى ايه ما بعرفش اعمل وكده، لا، ما تخليش اي حاجة توقفك خالص. خلاص يا جماعة، بعد ما سلقته في مية فيها بوكيه جرنيه بالشكل دون، وكمان حمرته في الزيت، اهو بقى معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا كمان رجليه الطويلة دي بعد ما استوى انا قصيتها بصراحة ملهاش لازمة. وكمان ادي الراس اهي انا شلتها، ايوه اهي بقولك الراس شيليها، ما اوعي تقدميها خالص، لا هي ولا الحمام اوعي تقدميها بالراس، لان بشكلها بيبقى مش حلو خالص، مش ظريف. بصي بوريها لك من كل الاتجاهات. قبل ما تحمريها في الزيت شيلي الراس دي خالص، ورجليها اللي هي الطويله دي ما كانش ليها 30 لازمه بصراحه، كانت طويله قوي فانا شلتها شكلها ما كانش عاطفي خالص. خلاص اعمليها بالطريقه دي وكتفيها بالطريقه اللي انا قلت لك عليها دي، وان شاء الله باذن الله هتعجبك كتير كتير. زي ما انتوا شايفين شكله يفتح النفس، ولا بقى فرقع ولا فك ولا الكلام ده كله اللي احنا بنسمعه. وكمان طعمه بيبقى لذيذ جدا. بس كده، وده كان فيديو النهارده. باي باي يا حبايبي.